أنت شيخ جواد عبد وش وقتك؟ أسعد الله مساكم يا رجال، كيف أنتم كيف حالكم؟ اليوم بفضل الله اليوم كنا عند البرعسي بمجال القوقعات لا داعي للسفر للخارج. احنا اليوم نقول هنا من مدينة المخاء لا نقول لا داعي للسفر للخارج، ولكن نقول ممنوع السفر، ممنوع السفر للخارج بالمجال الطبي. بفضل الله الآن هنا في مدينة المخاء مدينة طبية، الآن أصبحت المخاء مدينة طبية سياحية بفضل الله، ثم بفضل الرجال الشرفاء، وهي المدينة التي جمعت ما بين الأخ السوداني واليمني والمصري والأثيوبي، وأنت متأفريقي. تمام. جميع محافظات الجمهورية. انتظرونا بعد هذا المقطع بتشوفوا المستشفى الطبي الميداني، وأنا اليوم مع حضرت يمكن مع حضور للمطار، لأنه كان دعوتي للمطار هي دعوة حضور ضيف، ولكن بدل هذا اكتشفنا لكم فوائد كبيرة وكنز كان يخدم الشعب اليمني مدفون، وهو المدينة الطبية التي علاجها مجان. وصل اليوم والحلم الذي كان يحلم به أبو حيدر أن يكون كحلم وقول خلوا الناس يتعالجوا، خلوا الناس يتعالجوا. كتب الله أجرك أبو حيدر. أهلا وسهلا، منورنا. عرفت هذا ولا لا؟ أنا بتابعه من أول بوست ليه، من أول ما كنت بتكسر في الحاجة في الأرض. والله اشتريت سيارتي على تسعيرة، كانوا عاوزين كل سيارة سوناتا 2007 قريب 20، قلت له هجيبها عند أبو حيدر، خدتها ب 13 من غير ما يتفق. ولما كنت في الحديدة ولاد انت صورت منيف ده ابني وتلميذي، بسم الله، انا مؤسس علاج طبيعي في اليمن دلوقتي صورها موجود في اليمن بالله. الحي عليك يا ابو حيدر، لا دكتور مش نصيب دكتور كبير. والله هو هناك موجودين، وناس اتصلتهم في الحديدة بالعلاج الطبيعي ولادي وتلامذتي. ايوه انا مؤسس العلاج الطبيعي في اليمن من 2006، انا اول واحد ينزل هنا بقى 20 سنه هنا. انت والحجر هتعيش ساعه. انا بحب اليمن بصراحه، بحب الناس حبيبي. طبعا هذا من مصر. خلك احب اليمن، حرام لا نحب فرعون على كان. يا ابو حيدر العلاج الطبيعي داخل المستشفى. احنا بنتكلم من احدث مكان في اليمن، واحنا من اهم 5 مراكز علاج طبيعي على مستوى الشرق الاوسط. معانا واحد طلعنا مصر الان له يجي شهرين داخل مصر علاج طبيعي، فخسرنا ملايين. تمام. الان بنرجع نزلنا هنا عند الدكتور. تعالوا وشوف، تعالوا شوف اللي موجود مش موجود. ادي مركز مواد شعبنا 2 سم العلاج الطبيعي اهو. تمام. هتوريك حاجات كتير ان شاء الله. احنا بادئين لحد هنا. ابو حيدر اتفضل. طبعا دي اول غرفه في غرف العلاج الطبيعي. تمام. ده جهاز شد الفقرات، الناس اللي عندهم انزلاقات غضروفيه فرقبتهم وظهرهم، لا بنبعد عن الجراحات دلوقتي الحمد لله. ده جهاز يشد الفقرات، هذا اول جهاز. ده اول جهاز. ده جهاز الليزر الجراحي، وده من الاجهزه المهمه جدا جدا. ده جهاز ليزر الناس اللي عندهم حروق، عندهم قرح فراغ في محل الحاجات، ده زي التجميل يقعد سنه واثنين، لا الموضوع بيختلف. ده عندنا الجهاز ده. الجهاز ده من اهم الاجهزه، جهاز المواد الصدميه الشكويف. اشهر حاجه في اليمن ايه؟ كل الناس كعبهم بيوجعهم، كله عنده سكر عظميه. الجهاز ده زمان كل الناس بنعمل طبعا ونحقن ونخصص لا مش الكلام ده دلوقتي خلاص. جهاز العيان بيجي يخلص جلسات يخلص 5 اسابيع المشوار ده شبه بيروح. انا بوريك حاجه حلوه منك، انت راجل بتحب كل الجيوب. يا سيدي الناس قال لك بيروينا 3 اجهزه، بيروينا 3 اجهزه. ايوه موجوده باليمن، ما هلش في مصر. مفيش عندنا مركز في مصر يمتلك ال3 اجهزه جنب بعض، واحنا ال3 اجهزه دول صرناهم ليه؟ انت عارف الحوادث وعارف الطرق عندنا. ده جهاز الحكومات. الجهاز ده انسان آلي. الجهاز ده العيان بيدخل فيه ويبقى الجهاز ده يمشيه عشان خاطر الناس اللي عندهم مشاكل سبب نصف سفلي، عندهم قطع في النخاع الشوكي، عامل عمليات جراحيه، عظمه متكسر وعنده كسر في الحوض، يقول لك يلا لما نهيبه 3 4 شهور، لا احنا بنيجي نمشيه من غير ما نتحمل على وزنه عشان خاطر لا يجيله جلطه ولا يجيله قرحه ولا يجيله الكلام ده كله. فالجهاز ده بقى على زي ما انت بتقولوا خلي الناس ايه؟ يسوقوا. هنا الناس تسوق، خلي الناس بتسوق، وخلي الناس يعسلوا، وخلي الناس يتسلوا. بص سبب كل حاجه.
ده جهاز التسميع. اقول لك احنا عندنا في مصر منه 3 مش كل الناس بتعتمد عليه. الجهاز ده في منتهى الاهميه. الجهاز ده بنقدر نطلع المريض عليه، نعرف نحدد منه العضله اللي فيها المشكله ونحدد عبر هذا الجهاز ونحدد قوتها كام. الجهاز ده منتهى الاهميه. الجهاز ده بقى اللي مفيش منه بقى. انا عاوز اقول لك بقى الجهاز ده عالي اهو. الجهاز ده مفيش منه لا في مصر ولا في الشرق الاوسط. هنا انتهى الكلام. انتهى. الجهاز هذا ما عندوش بمصر، وهذا دكتور مصري. في الشرق الاوسط لو سمحت يا دكتور كامل. الجهاز ده هو جهاز عباره عن ريموت انسان آلي. المريض بيدخل فيه جواه هنا، تمام، ويبدا المريض يمشي. ليه؟ المريض عنده شلل، جالس على كرسي غير العربيه متحركه، عشان نيجي نوقفه فجاه او نمشي فجاه بيبقى خايف، ممكن يفلت علينا، يتيح باللغه اليابانيه، يتكسر. فلما انا جاي اصلحه عملناه مكسرناه. بيدخل المريض في الجهاز ده بيمشي زي انسان الآلي. شفت انت الكرسي بيمشي في الطريق. هو ده. اصبح دلوقتي دي مرحله ثانيه ان العيان يمشي، تمام؟ عندنا 5 اقسام تجهيزات كلها تجهيزات انجليزيه. زي ما احنا عارفين عماله خدنا التوكيلات الاجنبيه اللي يعني الحاجات اللي موجوده في اليمن بتوجد من اليمن، ما بيجيبهاش من بره. يعني هناك ده مش موجود. احنا بس التجهيزات دي كلها تجهيزات شركات انجليزيه، ولكن الوكيل بتاعها يمني. احنا كان عندنا هذا فده موجود على ارض اليمن ما يروحش بره. لا حتى انا جلستي ونقص منه. حاجات بسيطه كده عادي يقدر يمشي عليها. هنا طبعا عندنا هنا قسم المدارس وهذا طبيعي للسيدات. معلش مش هيدخل طبعا، انت فاهم؟ معنا واحد في مصر طلعنا انا اريد عم كده شهر رباعي يعني. ايوه ده هون الان شهر رباعي. انا وهذه رساله لك. طيب اللي اهم ما يميزنا بقى هنا، الناس كانت بتسافر مصر ليه؟ ما كانش فيه مكان علاج طبيعي مجهز وقود. ودي بتعمل الجلسه يعني هذا الان باليمن ما مش لنا. احنا دلوقتي عاملين ركود للمريض، بمعنى انه عيان دلوقتي ما فيش مريض هي انت عارف حته السفر والراحه والهي تحضر تجربه. عملنا غرفه فندقيه في قلب المكان، يدخل المريض يجلس فيها غرفه زي ما بيشوفها، شاشه وثلاجه والطاوله اللي يجلس ياكل عليها، وادي سريره وادي ثلاجه فيها. يعني هذه خدمه للمريض نفسه. ايوه عشان المريض يرتاح نفسيا. كان بيسافر بره عشان ايه؟ ما عندوش غرفه مؤهله. عفوا حتى الحمامات احنا عملناها جهاز ازاي يمسك ويقف ويطلع ويجي. هي الفكره كلها احنا بص يا ابو حيدر زي ما انت كان ليك هدف انك تخلي كل الناس تستفيد. احنا بنعمل استراتيجيه جديده. هدفنا ايه؟ فلما احنا كنا بنعمل سياحه خارجيه العلاج الطبيعي بره، لا احنا دلوقتي مش احنا عاملين سياحه داخليه. بدل ما تروح تسافر مصر وتسافر الهند وتسافر الاردن، تعالى احنا عندنا مش موجود. سافر المخاوف خارج. بس بالظبط كده. اهلا وسهلا. بعد سنة السعودي. تمام؟ وهذه المستشفى 2 ديسمبر، ده مستشفى الامارات. يعني مجمع مستشفيات. بالظبط. هنا المستشفى دي فيها جميع التخصصات. تمام؟ وجهنا بالسير مع بالهدوء. الرجال مستعجل عنده واحد والله جوازات.